السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل البكاكيني او الكماك او القرص الطرية زي ما بتسموها في اي بلد. للسحور حاجة كده جنب كوباية الشاي تحفة. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير وطريقة التحضير. بص يا ست الكل، معايا 8 اكواب من الدقيق اللي هو المج العادي المتواجد في كل البيوت متعدد الاستخدامات. عليهم باكت من الكيك شيف او البيكنج باودر خميرة الحلويات، وباكت من الخميرة الفورية او معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره هرميه، ومعلقه سكر، ونص معلقه ملح صغيره. بقلب المكونات الجافه، وبعد كده بنزل بتلت كوبايه من الزيت وتلت كوبايه من السمنه المذابه، واغلف الدقيق بتاعي بالزيت والسمنه كده مع بعض، وبعد كده انزل باللبن الرايب بتاعي. طبعا زي ما اتفقنا، اهم حاجه ان انت تبقي نخله الدقيق بتاعك كويس في اي معجنات. انا كده بغلف الدقيق بتاعي بالسمنه بالزيت مع بعضه كده، وهبتدي انزل باللبن الرايب بتاعي. هنا انا لو ما عندكيش لبن رايب تقدري ان انت تستخدمي لبن حليب، او لو مش عندك لبن حليب تقدري ان انت تستخدمي اللبن البودر. انا هنا نزلت بكوبايتين من السوائل، والكوبايه التالتة هركنها على جنب وانزل بالتدريج. طبعا انت لو حابه ما عندكيش لبن رايب وعندك لبن حليب تقدري ان انت تستخدميه، وممكن تروبي اللبن الحليب بمعلقه خل وهيروب معاكي على طول، مش هياخد اي وقت معاكي. طبعا شغاله عجن كده، بفضل اعجن كده، الم العجين بتاعي لمده 10 دقايق. اهم حاجه ان انتي تشغلي ماده الجلوتين اللي جوه الدقيق، طبعا عشان العيش بتاعك او الكماك بتاعك يطلع منتفخ كده وهش، ما يطلعش مكتوم. وكمان هنا الكماك بتاعنا يعني بيخش على درجه حراره عاليه. وهنا طبعا انا نزلت بالتدريج، نزلت بالكوبايتين، والكوبايه التالتة بنزل بيها بالتدريج. انا حسيت ان العجينه لسه ناشفه، فابتديت ان انا نزلت بربع كوبايه كمان من اللبن الرايب. هنزل كمان بربع كوبايه. بصي العجينه الى حد ما بتبقى طريه مش قاسيه، يعني بيبقى فيه بتلزق. طبعا اول ما العجينه بتتظبط معاكي وتبقى مظبوطه، التشبيكات كل العجين دي اللي بتبقى في صوابعك دي كلها بتفك، تعرف ان العجينه كده بتاعتك بقت مظبوطه. العجينه بتبقى طريه ماهيش ناشفه. طبعا خلاص العجينه بتاعتي اتلمت اهي زي ما انتم شايفين، ملمس العجينه بتاعتي طري. انا هدلكها لهنا علشان طبعا اعمل للعجينه بتاعتي عرق كده، وتبقى ايه، العيش بتاعي يطلع منتفخ وحلو. طبعا اهم حاجه ان انت تعجنيه، واهم حاجه في الخطوه ان انت تريحيه، يعني بعد ما تقطعيه كده تسيبيه ان هو يرتاح علشان العيش بتاعك ينتفخ. طبعا كده العجينه بتاعتي جهزت اهي. انا هسيبها بقى تختمر. هنا مش هخليها تختمر خمر كامل طبعا عشان احنا لسه هنريحها. انا هسيبها حوالي ساعة الا ربع، وادهنها وجهها بالزيت كده واغطيها. هتختمر بس نص تخميرة كده معايا، طبعا عشان لسه هنقطع العجين وهيرتاح، ولسه كمان لما نيجي نفرده هنريحه كمان. فانا عايزة الخميرة تبقى شغالة معايا. طبعا بهبط الخمر اللي هي خمرته دوت، وببتدي ان انا اقطع العجين بتاعي. وهنا التقطيع هترجع لك. شايفين العجينه بتاعتي طريه ماهيش قاسيه ازاي؟ هبتدي اقطع العجين بتاعي كويرات بقى بالشكل دوت. وحاولي ان انتي توحدي التقطيعه بتاعتك. لو انتي حابه ان انتي تكبري الحجم، انا هنا هشتغل في فرن البوتاجاز. انتي لو هتشتغلي في فرن فرن غاز تقدري ان انتي تكبري الحجم بتاعه، بس انا هنا هشتغل في فرن البوتاجاز. طبعا لو انت عندك فرن البوتاجاز بيشتغل فرن لوحده وشوايه لوحده، فانت بتقربي الصاج بتاعك، بتسخني الفرن، يعني الفرن بتسخنيه خالص، والصينيه اللي انت هترصي فيها العيش بتاعك تبقي حطاها في قلب الفرن، تبقى سخنه سخنه جدا كمان، يبقى الفرن ساخن جدا. بتقربيها كده من الصاج، واول ما ياخد لون حلو دهبي من تحت بتشغلي الشوايه علشان طبعا العيش بتاعك ينتفخ. لو الفرن بتاعك بيشتغل فرن وشوايه، فانت طبعا بتبقي مشغله الفرن قبلها على درجه حراره مسبقه، وبتشغلي الفرن والشوايه مع بعض، والعيش بيطلع ما شاء الله منتفخ من فوق ومن تحت. طبعا اول واحده هنا انا خلصت العجين بتاعي،
اول واحده انا خلصتها قطعتها هي اول واحده انا هشكلها. سيب العجين بتاعي يرتاح حوالي 10 دقايق وبعد كده نقطعه مع بعض، نفرده مع بعض. طبعا بعد ما ارتاح معايا اهوت خلاص انا فردته، هبتدي ان انا افرده كده بالشكل ده. عايزه تفرديه على شكل دائري افردي، عايزه تفردي على شكل مستطيل افردي. الخطوه دي ترجعلك والشكل اللي انت حباه ان انت تقدري تعمليه. هنا في الوقت دوت يعني تقدري ان انت بقى بعد ما بتسويه تقدري ان انت تحطيه في الفريزر وتدخليه وقت ما تحتاجي طلعيه. طبعا هنا مكان التقفيله هي اللي بنفرد منها وجه الكماج بتاعنا او الرغيف بتاعنا بيبقى لتحت. يعني انا بجيب مكان ما انا ببقى مقفله الكرة بتاعتي هي اللي بفرد منها، ووجه الرغيف بيبقى لتحت، علشان طبعا لما تيجي تحطيه في قلب الصاج يبقى الوجه هو اللي لفوق، يبقى الهواء معبي فيه ما فرغناهوش. وده السمك اللي انا عايزاه، سمك سنتي تقريبا. بصي يعني اهم حاجة ان التقفيلة تبقى هي لفوق ووجه الرغيف يبقى لتحت، علشان طبعا لما نسيبها ترتاح اهم حاجة في الوقت ده ان انت بتحطيه على قطعة قماش وتسيبيه بقى بعد ما بتخلصي الكمية كلها بتسيبيه نص ساعة كده. كل ما تسيبيه يرتاح كل ما العيش بتاعك يطلع منتفخ يعني ويبقى واخد حقه في الخمر. علشان كده في اول الفيديو انا ما خمرتش العجين بتاعنا المدة كلها، علشان طبعا بعد ما بفرده كده بسيبه يرتاح نص ساعة. طبعا زي ما انتم شايفين التقفيلة بتاعتي وجه الرغيف لتحت، التقفيلة بتاعتي لفوق. طبعا انا خلصت الكمية كلها بسيبها ترتاح بقى نص ساعة. اهم حاجة ان انت تسيبيها ترتاح قبل الفرن. طبعا هنا وانا سخنت الفرن بتاعي وده الصاج اللي انا هخبز عليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده سخنت الفرن على درجة حرارة عالية. بشيل بقى الرغيف ظهر الرغيف وببتدي ان انا اظبط. شايفين الشكل الهواء اللي منتفخ جوه العيش بتاعنا دوت؟ هو ده اللي انا كنت بقولك، يعني ما ينفعش ان انت تحط الرغيف على ظهره. هنا طبعا انا حطيت العيش بتاعي في الفرن. اول ما بياخد لون من تحت بشغل عليه الشواية وبينتفخ معانا. شايفين منظر العيش بتاعنا؟ بجد شايفين منظره تحفة جدا منتفخ ازاي، علشان اخد حقه في الراحة. وكمان من وقت للتاني كده علشان ما ياخدش لون موحد، يعني ما يبقاش فيه واحدة غامقة وواحدة فاتحة. تقلبي الصاج بتاعك وتلفيه في قلب الفرن. انا بحب بصراحة بحب شكل الكماج بتاعي او القرص الطرية بتاعتي يكون اللون بتاعها يعني محمصة شوية، اللون اللي هو الذهبي بالشكل دوت. تقدر انت في الوقت دوت تكتفي باللون دوت، انما انا بحبه يكون وشه احمر شوية. طبعا بعد ما بنطلعه من الفرن بالشكل دوت قبل ما بنطلعه بقى ببتدي ان انا امسك البخاخ بتاع المية وارش وجهه بالماء كده علشان يفضل مديكي اللمعة الحلوة ديت ويفضل طري معاكي لاطول وقت. طبعا شايفين منتفخ معانا ازاي؟ بجد شايفين شكل التسوية؟ يعني بجد حاجة يعني بجد حاجة تفتح النفس. وشايفين شكل الرغيف بتاعنا؟ شايفين اللون؟ شايفين كمان لما عملته ببخاخ المية الرغيف بتاعنا او الكماج بتاعنا واخد لون حلو جدا وبيفضل محتفظ بالطراوة بتاعته لدرجة لأكبر وقت. وكمان شكل التسوية بتاعتنا بجد شكله حلو جدا ولون التسوية حلو جدا. شايفين جنب سندوتش كده جنب كوباية شاي، احنا هنا بناخده جنب كوباية الشاي في السحور. بجد طعمه حلو جدا. شايفين منظره؟ بجد طعمه رهيب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك.